السلام عليكم. استكمالا بقى للفيديو اللي فات بتاع الأدوية اللي ممكن تعمل إغماء أو تعمل والعياذ بالله سكتة قلبية، فهنقول النهاردة مجموعتين برضو دوايين ممكن يعملوا نفس الكلام ده ونضيفهم على الاتنين اللي قلناهم الفيديو اللي فات. دواء مضاد للحساسية اسمه دايفينهيدرامين، ده بنلاقيه في بعض أدوية الكحة وبعض أدوية البرد. الدايفينهيدرامين موجود مثلا في البرونكوفين، موجود في التوسكان، موجود في الأوسبكت، كل دي أدوية للكحة. موجود في أدوية برد زي البنادول نايت، زي الأدويست بلس، زي الكولد كنترول، زي الدواء اللي محدش لاقيه ده النايت اند دي أو الويلنس. كل الحاجات دي فيها الدايفينهيدرامين. فلو بتاخد دواء الكحة ده او بتاخد دواء الحساسيه دي مع الادويه اللي فاتت ما ينفعش، ونضيف عليهم اي دواء للفطريات عن طريق الفم، ديفلوكان بقى او اتراكونازول او اي ماده فطريات عن طريق الفم، دي برضو ما ينفعش تتاخد لانها بتزود الكيو تي انترفال او انترفول، فبالتالي ممكن والعياذ بالله تعمل اغماء او تعمل سكتة قلبية او تعمل مشاكل في القلب زي عدم انتظام في ضربات القلب. عشان كده في ادوية كتير اتلغت بسبب الاثر الجانبي اللي انا بقوله، لكن اللي انا بقولها لغاية دلوقتي لسه موجودة في السوق، فنخلي بالنا واحنا بناخد الادوية نسأل صيدلي او طبيب هل الادوية دي بتتفاعل مع بعض ولا لا. السلام عليكم.